بسم الله الرحمن الرحيم. رجعت لكم تاني في فيديو جديد. في دايما بتجيلي مشاكل كتيرة من ساعات كاسيو او سكيمي ان المكنة وقفت بالشكل دوت، مش راضية تتظبط ولا راضية تعمل اي حاجة، تقف على رقمين كده او ما شابه وبتثبت على كده. ايه الحل؟ الحل ان احنا هنفك الساعة ونرسترها تاني، يعني هنشيل الحجر ونركبه تاني. نبدأ كده مع بعض. نجيب المفك، ان شاء الله اول مسمار مفوت. دي سكيمي تقليد الكاسيو الاصلي، هي كويسه وكل حاجه ممتازه، بس طبعا لو هتخيروني طبعا الكاسيو الاصلي احسن. المسمار التاني مفوت برضو، لسبب ما ان السعر متقارب. يعني ممكن تلاقي مثلا السكيمي دي ب850 جنيه، في حين مثلا الكاسيو الحريمي بتهيألي دلوقتي عدت 1000 معانا، بس عشان هي قطع من السوق شويه. فانا من وجهة نظري الفرق مقارب يعني مش بعيد. نرفع الغطا كده ونفك. الظرف بتاعها بيبقى معدن تقريبا غير الكاسيو عظم، بس برضه مفيش بعد الكاسيو. الحجر اللي فيها مقاسه اصغر، بس برضه لا ضرر ولا ضرار، عادي. احنا هنفك المكنة كده، نفك الحجر. وصلت تمام، انهم مركبين الحجر تاني. ثواني بقى نشيله خالص، يا برضه ما بسترتش الحجر، بس الحجر جديد يعني اهي. تمام كده كده اشتغلت. هي بس عايزة توسة من ورا كده عشان الحجر مقاسه اصغر، بس لو جينا نظبط الوقت اهو اشتغلت معانا تمام. هنركبها، نكبسها كده ونشوف ايه الدنيا. نعمل بس نظبط الحجر شوية من ورا. هو الحجر مقاسه اصغر، بس المشكلة ان الحجر اصلي، فانا مش مستحرم ان انا اقول لها تغير الحجر. حجر زي اللي راكب ده تمنه وصل 70 جنيه، احنا نمشي لها الدنيا بيه، والدنيا هتمشي يعني مش هتقول لا. هو بس عايز تظبيط كده وكبس، نركبه كده ونظبط الدنيا عليه. طبعا الفيديو اللي فات قلت فيه مسابقة، نخلص الساعة ديت وهنزل لكم بالفيديو اللي انا كنت عامله وقت ما الساعة كانت عندي، لان كانت ساعة زبون، كان لازم اصور الفيديو بدري. هو طول ما انا دايس عليها تمام، كده انا ممكن اعمل لها هنا او معمولة هي عامة، يعني لو كبست عليها كده اصلا هتظبط. هنجرب قبل ما اركب المسامير كده ونكبسها كده ونشوف. هي لو اتقفلت بالمسامير خلاص هي كده تعتبر تمام. طيب نشوف الزراير بس شغالة ولا لأ. نظبط مكان الزراير. نجرب. في مشكلة هنا. طيب هنجرب، لو كده هنجرب نغير لها الحجر، لان هي برضو بتعلق تاني.
يعني المشكلة بس بالنسبة لي انا مش عارف مقاس الحجر هيكون كام. طبعا اللي معانا في المسابقة وعايز المسابقة يقدم الفيديو ويشوف المسابقة، لكن اللي محتاج الفيديو دوت يخليه معانا. واحتمال يبقى الحجر 12-16، طبعا نفس الماركة، نجيب لها حاجة نضيفة. لا مش 12-16، يبقى ممكن 16-12. في 12-20 هيبقى مقاسه برضه كبير. في 12-16، احنا قلنا 12-16 لأ تقريبا في 16-16 ده كبير. في 12-20 كبير. هو مشكلة طبعا المقاس اللي هو اللي قبليها او اللي كان راكب فيها اساسا مش قدامي، انا مش عارف اقيم المقاس. قلنا 12-20 لا، في 12-20 عندي كتير. 12-20 مش عايزين. 12-20 16-16 كبير. 20-16 كبير. 12-20 كبير. او ممكن يبقى مكتوب على الغطا. ثواني. حداشر 20. المقاس ده صعب شوية، هوقف الفيديو لحظة قبل ما ادور عليه. لقيت 11-20 بس الفكرة انه مش اصلي. هنجربه برضو ونشوف هل هي مشكلة ان مقاس الحجر. وارد يبقى مشكلة طبعا لان الحجر عايز يلمس الارضي مع يعني الموجب مع السالب. ان شاء الله الحجر ما شغلهاش اصلا. وارد برضه عشان الحجر مش اصلي والحجر ضعيف. المشكلة المقاس ده مفيش عندي منه اصلا، بنطلبش بمعنى صح. في مشكلة في الساعة. لا ما بتنطقش خالص. الساعة دي تقريبا واقع منها حاجة، يعني متصينة قبل كده، في حاجة واقعة منها. جرب كده بس حركة ما كده. يعني تقريبا بيبقى فيه سوستة. مفيش، متنطقش. المشكلة برضو ان المكن اللي بيركب مع الاسكيمي مكن صيني. الساعة صيني اصلا، ماركة صيني. الاسكيمي دي ماركة صيني. نجرب نفك تاني ونركب تاني. كده المفروض اشتغلت. نقفلها ونشوفها هتقول ايه. احتمال كبير مقاس الحجر كان هو اللي عامل معاه المشكلة دي كلها. حاول تركب لك حجر اصلي نفس المقاس، ما لقيتش، فتركب مكانه مقاس اصغر. كده شغالة. نقفل الساعة على كده
وعفى الله عما سلف. هي كده شغالة تمام. قرب الزوم بقى كده شوية، خليه بعيد أحسن. مش كده مسامير مفوتة وحالها حال. طبعا معرفش الساعة معاها بلا قد ايه، بس أتوقع ممكن تكون سنة أو سنتين. بس سنة أو سنتين وتبقى بعد كده بالوضع ده قليل طبعا، يعني حرام. معرفش اشتغل على الموبايل خالص. ماشي، ادي المسمار عشان مطولش عليكم برضو. نخش في الفيديو بتاع المسابقة. كنت منزل طبعا الكاسيو رجالي، كانت جايالي تتصلح، فقلت انزلها لكم، واللي هجاوب صح هيكسب معانا. كان السؤال اذا كانت الكاسيو دي اصلي ولا مش اصلي، والساعة كانت محيرة شوية طبعا عشان موديلها قديم، بس هي الساعة كانت اصلي. وان شاء الله الفترة الجاية ابقى اعمل لكم فيديوهات زي كده كتير، يعني لو في اي حاجة وقعت قدامي. كده الساعة شغالة تمام. نكمل بقى بالفيديو بتاع المسابقة. بالنسبة بقى للمسابقة اللي احنا عملناها، اذا كانت الساعة دي اصلية ولا مش اصلية، ودي تفاصيلها طبعا. الناس طبعا جاوبت بأصلية مع تفاصيل الكود، الارقام، من الارقام بعدين لما نيجي نميل الساعة نعرف نقراها برضو يعني، بس هي ايه، تداخل بسيط جدا تمام. يعني انا صح مثلا الساعة دي 14 لو ميلنا زي ما هي 14 تمام. التفاصيل بتاعت الشاشة، اللي هو مثلا في برضه اللي بيعلق بول ممكن بسبب تفاصيل الشاشة، او في يقول لك لا مش اصلية عشان السير ضعيف والفينش بتاعه مش عالي. انا قلت لكم في الفيديو ان الراجل تقريبا قال لي ان الساعة بقالها معاه 6 أو 7 سنين، بقالها فترة يعني، او 8 سنين كمان، والله مش متذكر قال لي كام سنة بالظبط. وهنا طبعا كلمة كاسيو، هنا ستانلس ستيل كمان. في ناس قالت لي اصلية وفي ناس قالت لي مش اصلية. طيب هي الساعة اصلية. اول حاجه هي من بامانه يعني، انتوا برضو يعني كتر خيركم كلكم، هي من ضمن البنود اللي تدوخ شويه عشان التقليد وصل لمرحله عاليه. المسمار بقى يتقلد تمام، بس لو تركزوا انا قلت لكم ان الساعه قديمه معاه وقت اصدار الساعه ديت، كان مفيش التقليد الشديد ده، يعني كان السيريال ده ما بيتقلدش تمام. في ناس حست ان السيريال دوت بتاع التقليد، لا هو ده بتاع الاصلي بس زمان تمام. السيريال اللي على الكود ده بتاع الاصلي، بس الموديلات القديمه. يعني مثلا بص التقليد بتبقى عامله ازاي. مش عارف تبقى واضحه معاكم ولا لا. اهي ده بتاع التقليد. بس نقرب الزوم شويه. ده السيريال بتاع التقليد. وده ده السيريال بتاع الاصل. الحفر واضح وشديد تمام. والمسمار طبعا في التقليد مؤخرا اللي هو ده هتلاقيه برضو النظام انه ينفع عاده وينفع صليبه زي القديم تمام. عملت طبعا برنامج عشان يعمل لنا كده سحب على الارقام. برامج كلها دلوقتي باعلانات طبعا. هو اللي كسبه معايا 15 واحد. طبعا اللي هيكسب
اللي هيكسب يكتب لي رقم تليفونه في التعليقات وانا هتواصل بيه، بدل ما انا اللي اكتب رقم تليفوني وحد تاني اللي يتواصل بيا. لا، انت اكتب رقم تليفونك وانا هتواصل بيك. وطبعا لما تستلم الهدية هتعمل لي فيديو، فيديو كده حلو كده، انزله ان شاء الله في فيديو تاني ان انت استلمت الهدية. وبالتوفيق للجميع طبعا. من رقم 1 لرقم 15. كم عدد الأرقام للسحب؟ رقم 1 عشوائي. تمام. هعملها مرتين عشان يبين لكم ان انا ما يعني المرة الأولى مش هنتمها، المرة التانية هو الرقم ده اللي هيكسب. تمام. يعني أول مرة ديت تجريبي، أول مرة رقم 11. تمام. هنعمل السحب المرة التانية برضه عشان أبين لكم إن الأرقام بتختلف وإن البرنامج ده بيجيب فعلا عشوائي. تمام. رقم 11 أنا بعتذر ليه طبعا، هي كان نظام تجريبي. نجرب تاني. رقم 14 اللي كسب معايا. هتكتب لي رقم تليفونك في التعليقات وانا هتواصل بيك. هتبقى بس مصاريف الشحن بس اللي هتدفعها، ما اعرفش بقى زي ما تكون 85 95 او ما شابه. وطبعا الساعة اللي انا وريتها لكم في الفيديوهات اللي فاتت هو اللي هيكسبها، بس هبعت له طبعا الوان الساعة ويختار اللون اللي تعجبه منها. تمام. الساعة دي بتتباع بره، يعني اقل حد بيبيعها يمكن 650 جنيه. تمام. ان شاء الله بالتوفيق للجميع. والمره الجايه ان شاء الله هحاول يبقى المكسب ساعه كاسيو، لان والله انا الكاسيو الاصلي خلصان عندي. فان شاء الله هحاول المره الجايه تبقى كاسيو اصلي. تمام. متنسوش الاشتراك وتفعيل الزر بتاع الجرس عشان اي فيديو جديد يظهر لكم على طول. شكرا.